اهلا وسهلا بيكم معايا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده ان شاء الله كده عاوزك تحط شخص في بالك، شوف انت مين بالنسبه له. هنعرف كل حاجه، مشاعره، بيفكر فيك ازاي، يعني هنعمل له كده تهجير كده. بنعملها من فتره للتانية علشان ناكد بس على المشاعر اللي في قلبه ليك. تمام. اللي اول مره بقى بيزور القناه، يا ريت ما ينساش الاشتراك فيها، يدعمني بزر اللايك، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بقدمه عندي في القناه. واللي حابب يحجز قراءه خاصه هتلاقوا رقم التواصل في صندوق الوصف تحت، والقراءه بحروف اسم الشخص اللي انت هتحطه في نيتك. الحروف هسيبها لكم في صندوق الوصف تحت. ويلا بينا على طول نبتدي القراءه، وما تنسوش اللايك. فيلا بينا مع بعض على طول. اصحاب الاختيار رقم 1، اهلا وسهلا بيكم معايا. خلينا نشوف الطاقه بتاعتك انت دلوقتي. ضاغط على نفسك قوي قوي، في حاجة انت متحملها زيادة عن طاقتك، حاجة بتعملها غصب عنك، حاجة بتعملها وانت مش راضي. ممكن تكون كمان بتقف لناس، بتتصدى لناس على كلام بيقولوه عليك الفترة دي، او في علاقة انت فيها انت مش راضي عنها، وبتحاول تضغط على نفسك وبتكمل وتستمر علشان الدنيا تمشي. لان هنا انت عندك الحيرة ما بين أمرين. ممكن يكون في العمل، عندك في حاجة انت عاوز تغيرها، عاوز تروح لعمل تاني جديد، أو علاقة جديدة انت عاوز تخشها وعايز تسيب علاقة قديمة انت ممكن تكون فيها حاليا. وكمان شايفاك، أو انت بتقول لنفسك ان في ناس كتير بتتسلل على أخبارك، يعني في ناس كتير عاوز تعرف انت دنيتك ماشية ازاي، في ناس كتير بتحاول تتجسس عليك الفترة دي. شايفاك ان انت بتحاول كمان ان انت تظبط من حالك اشياء جديدة، في حاجات عاوز تعملها في نفسك، عاوز تبقى انسان مختلف الفترة الجاية دي. كمان شايفاك ان انت ممكن تكون بتطيع حد غصب عنك، يا الوالد مثلا يا الوالدة، انت مضطر انت تسمع كلامهم، او ده شخص في حياتك مثلا انت بتسمع كلامه. ممكن يكون برضو انت بتشك في حد الفترة دي، ممكن تكون انت بتشك في الحبيب نفسه ان هو على علاقة بحد تاني غيرك، ودي حاجة مضايقاك. كمان شايفاك ان انت مصر على الحبيب اللي انت فاتح له القراءة ده، ان انت هتفضل معاه، هتفضل يعني دايما مستنيه. شايفة كمان في الطاقة بتاعتك ان انت ممكن تكون بتحاول تبين طاقة العناد الفترة دي، ممكن تكون بتعاند مع حد في شيء ما، ممكن تكون بتعاند مع الحبيب نفسه ان انت مش عايز تكلمه، ان انت مش عاوز تبين له مشاعر. آه كمان مش عاوز تبين له ان انت ممكن تكون اتهزمت منه، ممكن يكون هو سابك وابتعد عنك، فانت بتحاول تبين له ان انت قوي، ان انت قادر تقف على رجليك تاني، ان انت مش همك اي حاجة هو بيعملها فيك. بالرغم من كل ده ان انت بتبكي كتير، ممكن تكون بتعيط كتير. الحزن طبعا طاغي على قلبك جدا، بيجي عليك وقت بتحس ان انت خلاص محبط من كل حاجة، بتندم على حاجات انت عملتها كتير برضو. ممكن تكون انت بتقول لنفسك انت ضيعت فرص كتير في حياتك على اشياء كانت في حياتك، لكن بتطمن نفسك وتطبطب على نفسك. وتقول لنفسك يعني ان اكيد في حاجة افضل هتجيلي. ممكن تكون برضو انت مستني ميراث او حاجة ليها علاقة بالماديات برضو. ممكن كمان تكون انت بتقوي روحانياتك الفترة دي كتير جدا، ممكن تكون بتحاول تتقرب من ربنا كتير الفترة دي. تمام. في انتقادات عليك كتير على فكرة برضو، ودي حاجة مضايقاك، يعني انت بتحاول يعني تقفل ودانك عن الانتقادات اللي بتيجي عليك الفترة دي او الفترات اللي عدت يعني. فدي الطاقة بتاعتك علشان تشوف القراءة دي منطبقة معاك ولا لا. تعالى بقى نشوف الشخص اللي انت حطيته في نيتك، علشان نعرف الشخص دوت بيفكر فيك ازاي، مشاعره ليك. وانت مين بالنسبة له. طيب هو بيفكر فيك ان انت ممكن يكون في طرف تاني في حياتك غيره، دي مبدئيا كده هو شاكك ان انت ممكن يكون في حد غيره في حياتك، ده ان ما كانش هو اصلا متأكد. الشخص ده شايفاه ان هو
بيفكر فيك ان انت اوقات بتبقى مهتم واوقات بتبعد ومش مهتم خالص. شايفك ان انت دايما محتار، ان انت اللي بتاخد سكة الابتعاد. شايف ان هو او هو شايفك بصورة ان في حاجات فيك كتير هو مش فاهمها عنك. بيحس ان هو او هو بيبقى شايفك ان انت في صراع داخلي ما بينك وما بين نفسك. يعني انت شوية حلو معاه وشوية بتبتعد، او شوية بتبين له الاهتمام وشوية ما بتحس ان هو كأنه مش موجود في حياتك نهائي. شايف ان انت كمان عليك مسؤوليات كتير جدا، شايف ان انت مضغوط نفسيا، لكن شايف ان في حاجة عندك في الماضي انت لسه متمسك بيها. ساعات كمان بيشوفك بصورة جميلة جدا لدرجة ان هو بيحس ان الناس بتحسدك على شكلك او على منظرك او على يعني اهتمامك بنفسك. كمان شايفك ان انت حد بتعرف تقف لنفسك كويس جدا، بتعرف ان انت لما تقول لحاجة ستوب بتعملها ستوب من حياتك. شايفك ان انت بتتغير، هو شايف ان في تغيير فيك وان انت ما بقيتش زي الانسان اللي هو عارفه اول او في البدايات. تمام. الشخص ده بقى مشاعره ليك ايه؟ شايف في المشاعر ان هو اللي عمال ينده عليك وان هو اللي عمال يفكر فيك وانت مش مهتم. ده بالنسبة للمشاعر، هو حاسس ان انت العلاقة دي انت مش مديها اي اهتمام. الشخص دوت شايف ان هو في مشاعر بتحركه من ناحيته ليك، يعني في حاجة مخليه لسه عاوز يكون في كلام ما بينه وما بينك تاني، عاوز العلاقة دي ما تنقطعش. ولو العلاقة دي فيها انقطاع، لان للأغلب فيكم ممكن يكون في صمت دلوقتي في العلاقة دي، فالشخص دوت عاوز يرجع الكلام ما بينكم تاني. الشخص دوت حاسس ان هو من غيرك تايه، حاسس ان انت كنت بترشده على حاجات كتير وان انت كنت زي كأنك وش الخير عليه كمان. الشخص دوت متمسك بيك جدا، عاوز يقولك على كلام عنده، في كلام هو شايله عاوز يقولك انت. لكن الشخص دوت حاسس او هو عايز يجي يقولك ان ما تصدقش اي كلام بيتقال عليا. يعني هو عايز يوصلك فكرة آه ان هو مش وحش زي ما انت شايفه. لو انت فعلا شايفه ان هو انسان مش سوي، هو عايز يقولك ان هو انسان بيحبك وان هو متمسك بيك، حتى لو في اختلافات ما بينكو، حتى لو في بعد، حتى لو الدنيا مش مدياكوا دلوقتي فرصة ان العلاقة دي تنمو وتكبر. لكن هو عايز يقولك ان هو هيفضل دايما في ظهرك وان هو مش هيبتعد عنك. تمام. ده بالنسبة للمشاعر. طيب انت مين بالنسبة له؟ والله بص، انا شايفاه ان هو انت مين بالنسبه له. انت شخص هو بيتمناه جسديا، بيتمناك، ان هو شايفك. اقول لك ايه كمان، يعني هو مثلا لو رجل هو شايفك انت الزوجه، وهي لو امراه فهي شايفك انت الزوج. يعني هو الشخص ده شايفك ان انت البيت، هو بيتخيلك معاه في كل اوقاته. انت مين بالنسبه له؟ انت الشخص اللي بتطبطب عليه، وانت الشخص اللي هو ممكن يكون بيتسند عليه. كمان انت مين بالنسبة له؟ انت حد هو حاسس ان هو قلبه بيرتاح له جدا لما بتبقى قريب منه. كمان انت مين بالنسبة له؟ انت حد مختلف. يعني هو شايفك انت حد مختلف عن اشخاص كتير هو ممكن يكون اتعامل معاهم قبلك. شايفك ان انت انسان قوي، انسان بتعرف تحل مواضيعك ومشاكلك مع نفسك. شايفك ان انت حد جميل في الشكل، شايفك ان انت حد هو معجب بيك. يعني من الاخر كده هو الشخص ده معجب بيك جدا ومش قادر يبعد عنك، لان هو مش قادر ينهي العلاقة دي حتى لو العلاقة دي فعليا فيها انفصال. الشخص ده مش قادر ينهي العلاقة دي معاك. بس هاخد لكم كارت من المشاعر تاني، يعني هنشوف من هنا وناخد رسالة من عقله الباطن كمان، نشوف هو عايز يقولك ايه. نشوف الأول للمشاعر. أولا الشخص دوت بيتمنى لك كل خير. الشخص دوت مش انا بقولكم ممكن يكون للبعض انتوا في انفصال ما بينكم. الشخص دوت عاوز يقولك انا نفسي اشوفك سعيد، خليك سعيد وخليك فرحان وعيش حياتك حتى لو احنا مش مع بعض، حتى لو احنا لسه ما قربناش. ليه؟ لان هو لمجرد ان هو بيشوفك بس ان انت مبسوط في حياتك او ان انت على الاقل بتضحك ومبسوط، دي حاجة بتسعده. الشخص دوت بيحبك، دي حاجة مش هننكرها.
وكمان الشخص دوت شايف ان في ما بينكم اختلافات، وهو يعني اتضح يعني فهم خلاص في النهاية ان انتوا زي كأنكم توأم شعلة، انتوا الاتنين لبعض، فيكوا اختلافات انتوا الاتنين، اختلافات اماكن، اختلافات سن، اختلافات في التفكير، اختلافات في العقائد، ممكن يكون مثلا انت متزوج وهو لأ. طيب تعالى ناخد رسالة من عقله الباطن ونشوف هو عايز يقولك ايه من خلال عقله الباطن. بيقولك ان انت دايما في بالي وفي روحي، وان انت اللي خليت روحي تنمو تاني، واطلقت روحي وصحوات الروحانية، وخلتني ازاي اقدر احس بيك حتى لو انتوا مش مع بعض. تمام، مش بقولك الشخص ده على يقين ان انتوا توأم شعلة، انتوا فيكوا اختلافات على فكرة، انتوا الاتنين، انت والشخص ده بالاغلب بنسبة 99% انتوا الاتنين توأم شعلة، انت والشخص ده. تمام، الشخص ده هيفضل وراك وهتفضلوا علاقة اون اوف حتى لو هو بيروح ويجي، لان دي علاقة صعبة متعبة، لكن في النهاية بإذن الله لو ربنا رايد لكم نصيب مع بعض تكونوا لبعض بإذن الله. الأبراج اللي معايا هنا، معايا برج الدلو، قوس، جدي، حمل، طور، في كمان عقرب، أسد. بس هي الأبراج اللي معايا في القراءة رقم 1، فأنا بشكركم جدا جدا. أصحاب الاختيار رقم 2، أهلا وسهلا بيكم معايا. تعالى نشوف الطاقة بتاعتك علشان تشوف القراءة دي مناسبة معاك ومنطبقة معاك ولا لأ. لو الطاقة مش مناسبة ممكن تشوف القراءة رقم 1. تمام، تعالى نشوف طاقتك. مم. انت ممكن تكون بتحب شخص هو متزوج، يعني انت عارف ان في حد في حياته، ده للبعض مش للكل. تمام، فممكن تكون انت طالب منه العدل مثلا، عاوز يعدل معاك. وممكن كمان هقولك بقى الطاقة بتاعتك انت العامة، شايفاك ان انت عندك احباط جامد جدا، يعني انت ممكن تكون جايب اخرك خلاص من العلاقة دي. شايفاك ان انت زي كأنك بتكتشف حقايق على الشخص دوت الفترة دي، ممكن تكون يعني بتحاول تفهم عنه حاجات الفترة دي، بتحاول تسأل عنه، بتحاول مثلا تراقبه من بعيد لبعيد عشان تعرف هو بيعمل ايه. شايفاك ان انت زي كأن بتفكر ان انت عاوز تقف للشخص دوت، مش عايز ان انت تبقى ضعيف تاني قدامه، او عايز تاخد معاه قرار، يعني يا انت عاوز منه قرار يقولهولك في علاقتكوا دي، يا اما انت اللي عاوز تاخد القرار وتبتعد. شايفاك ان انت زي كأنك مستني منه رسالة، عاوز منه كلام يريحك ويطبطب عليك بيه، قاعد مستنظره، يعني انت قاعد مستنيه وعمال تعد الايام وتقول ما بيكلمنيش وكده، لكن انت بتقول لو بعتلي رسالة، الرسالة دي هتغير في حياتي وهتغير في طاقتي تماما. شايفاك ان انت بتدعي ربنا كتير ان الشخص ده يكون من نصيبك، انت شايف ان الشخص دوت عايش حياته ومش مهتم بيك، شايف ان هو عنده اطراف تانية غيرك، وانت بتقول لنفسك كده، او انت شاكك في كده، ان هو ممكن يكون في طرف في حياته مهتم بيه وسايبك انت، ما بيسألش عليك، ما بيفكرش فيك. آه لكن الغالب على الطاقة بتاعتك ان انت عايز الشخص دوت يحقق معاك العدل بأي طريقة، عايز الشخص دوت يديك حقك، يديك حقك زي ما بيدي حقوق الناس التانية. ممكن كمان يكون ممكن يكون فيكم متزوجين مثلا، ودوت مثلا انفصال طلاق، فانتوا ما بينكم محاكم مثلا او حاجة قضائية، او حد فيكم مثلا محامي، حد بيشتغل في القضاء في القانون، حاجة زي كده، او في قضية شاغلة بالك الفترة دي قوي قوي وعايز فيها حل. لكن انا شايفاك ان انت حد ناضج، حد واعي، حد بتعرف تاخد قرارات صح، لان يعني مش يعني مش صدفة ان يطلع لكم الكارتين دولت، كارت الامبراطورة، فانتوا كده واضح ان انتوا حد
صاحب قرار صح. ممكن تكون انت برج الثور على فكرة، او برج جدي، او برج ترابي، او كمان برج هوائي، برج الميزان مثلا. شايفاك ان انت يعني حد الناس ممكن تكون بتهتدي لرأيه جدا، حد بيستشيرك في حاجات كتير، ان انت بتعرف تاخد الخطوات صح، مش اي حاجة بتاخدها، بتعرف يعني تقرر قبل اي خطوة تاخدها. علشان كده انت ظاهر لي في الاول ان انت عاوز تعمل ستوب للشخص دوت، وتاخد تعمل معاه وقفة، لان انت آم، خلاص يعني انت ما بتكرر حاجة بتكررها، يعني ما بتتراجعش في الحاجة اللي انت بتاخد فيها قرار. انت شايف ان انت قدمت في العلاقة دي حاجات كتير جدا، لكن الشخص دوت ما قدملكش غير حاجات بسيطة، يكاد ان هو ما قدمش اي حاجة اصلا. متعلق بيه جدا، متعلق بيه وحاسس ان هو اخرك في حياتك في حاجات كتير، ممكن تكون انت بسببه هو في حاجات كتير ما قدرتش تعملها في حياتك. بتتمناه طبعا ان هو يكون الزوج وهو البيت، وان يكون في ما بينكم اطفال واحتفال. وممكن يكون انت اصلا متزوج وعندك اطفال، يعني ممكن برضه. دايما بتطمن نفسك وتقول لنفسك انا عارف ان هو ما كلمنيش لحد دلوقتي، بس كل تأخيرة وفيها خيرة، يعني اللي هو انت بتقول لنفسك ممكن يكون ان هو بيكلمنيش دلوقتي، ده كان يعني كان شيء ضروري ان هو يحصل علشان اكتشف حاجات جديدة، او الانفصال اللي ما بيننا دوت كان سبب ان هو يعرفني عنه حاجات انا ما كنتش واخد بالي منها الفترة اللي فاتت دي. آم، هي يكاد يكون العلاقة دي منهارة، يعني أنا مش شايفة إن العلاقة دي ممكن يكون فيها تواصل، لأن أنت قاعد مستنظر منه كلام أو رسالة، وفي نفس الوقت أنت شايف إن العلاقة دي خلاص اتدمرت وانهارت، وأنت مش شايف فيها أي أمل أساسا. أنت بس داخل تشوف أخبار الشخص ده إيه. أنت ما عندكش أي أمل في العلاقة دي، بس أنت غيران عليه جدا. أنت غيران على الشخص دوت، وحاسس إن هو بيتعامل مع حد غيرك، وحاسس إن دي حاجة أهراك جدا جدا. عايز تظهر له نفسك تاني، عاوز تعمل حاجة، وساعات بتفكر ان انت اللي تروح تكلمه، يعني بتجيلك كده الشوق او حالة من الحب عاوزاك تجري عليه وتكلمه بسرعة، بس بترجع تقف تاني لنفسك. ممكن يكون ده برضو شخص من خلال الانترنت، ده شخص انت ممكن تكون اتعرفت عليه من خلال السوشيال ميديا، وانت برضو ما تعرفش عنه حاجات كتير، او هو كان كل تعاملكم مع بعض من خلال الانترنت فقط. تمام. فدي الطاقة بتاعتك علشان تشوف القراءة دي مناسبة معاك ولا لا. تمام. تعالى بقى نشوف الشخص دوت شايفك ازاي، او بيفكر فيك ازاي. تاني، ده بيفكر فيك زي طاقتك بالظبط، ده نفس الكارت اللي لكم في الطاقة. بصوا، طيب بيفكر فيك ازاي، مشاعره ايه ليك الشخص ده. طب كويس، ما في مشاعر اهو. انت مين بالنسبة له يا سيدي؟ مش بقول لكم الشخص ده ممكن يكون لأغلبكم من خلال الانترنت. طيب انت مين بالنسبة له؟ سوري، هو شايفك ازاي الاول؟ الشخص ده شايفك ان انت حد جامد شوية، جامد اللي هو يعني مش قصة جامد شكليا، يعني هو شايفك ان انت جامد في المعاملة، ان انت ما عندكش هزار، جد جد. شايفك ان انت ناشف شوية في المعاملة، شايف ان انت ما بتسمحش لأي حد ان هو يتخطى حدوده معاك، انت عامل لكل حد حد، يعني لكل واحد عامل له خط كده، ما ينفعش ان هو يتحداه حتى هو. الشخص ده ممكن يكون طلب منك كلام مش تمام، انت وقفته عند حده. ممكن يكون طلب منك اشياء ما عجبتكش، فانت قلت له ستوب، مش هينفع كده. آه، شايفك ان انت بتعرف تخرج من اي حاجة عندك، يعني ان انت ناصح، ان انت بتعرف تفكر كويس،
وشايفك كمان ان انت واضح جدا، ان انت ما بتخبيش حاجة، اللي في قلبك على لسانك، بتعرف تقول اي حاجة. يعني انت مش حويط او حريص او غامض، لا انت مكشوف. فهو شايفك كمان ان انت حد عملي كمان جدا. وشايفك ان انت شخص جد جدا، وان انت شخص بتعرف تفكر كويس قوي. وشايفك ان انت كمان، ويمكن دي اكتر حاجة جذبته فيك في البداية، ان انت شخص مختلف. يعني اللي هو ان انت عندك الجد جد والهزار هزار، وان انت مش اي حاجة بتوديك وتجيبك، ان انت شخص مستقر. فدي الحاجة اللي ممكن تكون جذبت الشخص ده ليك. تمام. طيب في المشاعر بقى، انا شايفة ان في مشاعر حب اهي. الشخص دوت زي ما بقولك، انت ممكن تكون اتعرفت عليه من خلال الانترنت، فده اكيد صديق. ده صديق، هو مش هتخرج عن كده، يعني لا قريبك لا جارك، لا لا لا، مش الكلام ده. ده صديق بالنسبة لك من خلال عمل او من خلال انترنت. وانا احساس ان هو اغلبية هتبقى من خلال انترنت. تمام. الشخص دوت في مشاعر شايلها في قلبه ليك، لكن هو مش عاوز يديهالك. اللي هو مش واثق منك، يعني حاسس ان انت مش في الدماغ، يعني هو مش في الدماغ. حاسس ان العلاقة دي هو خايف يبذل فيها مجهود صراحة، يعني عشان اكون برضو صريحة معاك. لكن هو بيحبك، لكن مش هيعترف بالحب بكل سهولة. آه، ثابت في مكانه. يعني هو لو ما بيتكلمش معاك، فهو ممكن ياخد وقت شوية على ما يرجع يتكلم معاك تاني. شخص بيحب اللي قدامه هو اللي يبتدي معاه، مش عاوز هو اللي يبتدي معاك، يعني عاوزك انت اللي تروح تكلمه. اخد لكم بس كارت من المشاعر من هنا كمان بالمرة، بما اننا بنفتح للمشاعر، فخلينا نشوف مشاعره برضو من هنا. مش بقولك الشخص دوت ما بيديش حب بكل سهولة. ليه؟ لان هو اتقرص. يعني ايه اتقرص؟ يعني اتعلم دروس قبلك من علاقات تانية. الشخص ده واضح ان هو اتساب قبل كده، فهو عشان كده ماسك على مشاعره وخايف على قلبه. لكن هو بيحبك، هو شايف ان في عاطفة بتوجهه ناحيتك، لكن هو مش عاوز يعترف لك بحاجة زي كده حتى لو في بعد. واقول لك على حاجة، الشخص ده ممكن يكون هو اللي سابك، وهقول لك سابك ليه. لان هو بيخاف من الحب. هو بيخاف يقع من الحب، لكنه هو وقع في الحب فيك. تمام. طيب انت بقى مين بالنسبة له؟ انت بقى الراحة، انت بقى كده ايه الحاجة اللي هو حاسس ان هو ممكن يكون مقتنع بيها فعلا من قلبه. انت كمان مين بالنسبة له؟ انت بتعمل له حالة من السعادة. ممكن تكون بتنزل مثلا حاجات على السوشيال ميديا بتخليه مثلا مبسوط فرحان. الشخص ده بيحس ان هو لو عدى يوم من غير ما يعرف عنك حاجة، بيبقى مش مبسوط. آه، بيضغط على نفسه اوقات ان هو ما يتكلمش معاك، او ان هو ما يقربش ليك، لكن ده بيبقى غصب عنه. لان هنا انت الحاجة اللي بتفرحه، انت الحاجة اللي عامله له سعادة. انت مين بالنسبة له؟ انت علاقة بعيدة قوي قوي قوي، على ابعد الحدود. هو شايف ان العلاقة دي محتاجة مجهود كبير جدا علشان خاطر يوصل لها، او ان انتوا حتى تتقابلوا، او ان انتوا يعني تقربوا المسافات ما بينكم ما بين بعضكم. انت مين بالنسبة له؟ انت حد من ممكن تكون مثلا هو شايفك ان انت حد الناس جت عليه كتير، ان انت اتظلمت من اشخاص كتير حواليك. برضو انت مين بالنسبة له؟ انت حد بتمتص غضبه. هو شايف كده، يعني لما بيبقى غضبان او زعلان، بحيث ان انت الشخص الوحيد اللي بيفكر فيه ان هو يمتص الغضب اللي عنده او الزعل اللي عنده انت. تمام. فانت اللي بتريحه، يعني من الاخر كده انت الشخص المريح بالنسبة له نفسيا وعاطفيا. طيب الابراج بقى اللي معايا هنا، معايا برج قلت لكم برج الثور، برج الجدي، كمان في حوت، في دلو، في ميزان، وكمان في برج الثور قلت لكم، في برج جوزاء، في سرطان. بس خليني اخد لكم رسالة من عقله الباطن زي المجموعة الاولى، لان انا نسيت، فمعلش اعذروني. رسالة بس من عقله الباطن كده قبل ما نقفل، عشان ابقى اديت لكل قراءة حقها. ده عاوز يقولك ايه من عقله الباطن؟ الشخص دوت بص، هو ممكن يكون عنده خوف من العلاقات زي ما انا قلت لك، فهو عنده خوف اصلا من اي علاقة، ان هو يخش علاقة.
كمان الشخص دوت في حد غيرك هو ممكن يكون بصله الفترة اللي فاتت دي كان معجب بيه، علشان كده هو قارن ما بينك وما بين الشخص دوت وراجع في عقله الباطن يعتذر لك، عاوز يقولك انا اسف ان انا ممكن اكون بصيت لحد تاني غيرك، لان هو شايف الفرق ما بينك وما بين الاشخاص التانية اللي هو حاول يتقرب ليها. تمام، فيا ريتنا ما طلعنا الرسالة اصلا من عقل الباطن. فيلا مش مشكلة، المهم بس عشان اديكم حقكم زي القراءة رقم 1. فانا بشكركم جدا جدا، يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة، دعموني بزر اللايك، فعلوا زر الجرس، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.